تجمع عدد من الشخصيات وجمعيات محلية بيئية أمام مبنى البلدية في قامشلو داعين إياها العدول عن مشروع تغطية مجرى نهر جقجق والمتحول إلى مجرى للصرف الصحي، لما قالوا عنه النشطاء تجاهل للمعايير البيئية الدولية وتدمير لذاكرة المدينة. وكانت بلدية الشعب في مدينة قامشلو قد أعلنت عن إجراء مزايدة علنية في 26 من تموز بهدف تأهيل نهر جقجق وتنظيفه بطول 7 كيلومتر وبناء سوق تجاري على سطح المجرى بعد تغطية النهر بطول 400 متر تقريبا. والغاية من المشروع وفق تعميم البلدية تنفيذ مجرى بيتوني وصرف صحي وإنشاء سوق تجاري على سطحه في مركز المدينة. وخلال بيان أمام البلدية عبر التجمع عن رفضهم القاطع لما ورد في إعلان البلدية. أننا نطالب بما يلي: سحب المناقصة فورا وإلغاء مشروع تغطية نهر جقجق بشكل نهائي، فتح تحقيق بيئي وثقافي وقانوني في كيفية إصدار هذه المناقصة وتغييب المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة، مساءلة بلدية الشعب في قامشلو ومجلس اتحاد البلديات أمام المحكمة المعنية بحماية العقد الاجتماعي على خرق واضح لبنوده البيئية، دعوة هيئة البيئة لتحمل مسؤوليتها التاريخية والعلنية وإعلان موقفها الرسمي من المشروع والالتزام بدورها الرقابي والحامي للمنظومة البيئية في شمال شرق سوريا. نطلب من محكمة العقد الاجتماعي أن تمارس دورها الكامل في حماية روح العقد الاجتماعي لا نصوصه فقط، والدفاع عن جوهره القائم على البيئة كأحد أعمدته الأساسية، وضمان حق المجتمعات في العيش بتناغم مع الطبيعة لا ضدها. وبهذه المناسبة